السلام عليكم خواتاتي وصحاباتي والكبيدات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا بصحه مزيانين ان شاء الله. مرحبا بالناس الجداد والناس قدام معايا في القناه، مبروك عواشركم وكل عام وانتم بالف خير ان شاء الله. الله يدخل علينا وعليكم هذا الشهر الكريم بالصحه والسلامه وطول العمر وباش ما كتمناو. المهم خواتاتي، باش ما نطولش عليكم بزاف وسمحوا لي غبرت عليكم هاد 3 ايام. البنات كيهضروا معايا في الواتساب وكيقولوا لي غبرتي علينا، حطي لنا الوصفات، علاش ما بقيتيش حطيتي؟ خواتاتي هاد 3 ايام هذه كنت عيانه، ما شكيت عليكم، الله يشافي الجميع يا ربي امين. داكشي علاش ما حطيت حتى شي فيديو. المهم اليوم غادي نعطيكم واحد الوصفه اللي غزاله بزاف. واحد البنت في التعليق دائما مسكينه كتكتب لي كتقول لي عافاك بغيت شي وصفه اللي كتحيد التسبغات القديمه. المهم اختي باش ننصحك، راه واخا جاوبتها في التعاليق، هاد الوصفه هذه اللي غنعطيكم اليوم زوينه بزاف، كتنقي البشره. ولكن باش غادي ننصحك، اي وصفه حطيتها في القناه كتنقي البشره وكتحيد الكلف، راه الكلف هما التسبغات. يعني دوك التسبغات الكلف راه غير الا مثلا كانت البشره ديالك حساسه وديك بقيتي في الشمس مده طويله وشدات لك في الوجه ديالك ولا احمر، وديك الحموريه كترجع لك بالكلف. مثلا هذا السخونيه ديال الفران، الكلف ديال الولاده، او ديك ليطاج ديال الحبوب تيكون فينا الحبوب وملي كيبقاو نقشروه كيبرا كيبقاو دوك ليطاج كحلين. التسبغات راه هما هادو. اي تسبغات عندك في البشره ديالك، اي وصفه لقيتيني حاطاها ديال تصفيه الوجه، تصفيه البشره، اللي كتحيد الكلف، راه حاطه بزاف ديال الوصفات في القناه اللي كيحيدوا الكلف. الوصفه اختي ديريها جربيها المره الاولى غتبان لك النتيجه. خدي اي وصفه من عندي ديال الكلف وديال التسبغات واللي كتنقي البشره كما قلت لك، جربيها المره الاولى. الا كانت البشره ديالك دهنيه ولا جافه ولا كنتي بيضه ولا سمراء ولا كما كنتي، من المره الاولى غتبان لك الوصفه واش جات لك مع البشره ديالك ولا لا. الا جاتك مع البشره ديالك تبعيها اختي، دومي عليها وتشوفي النتيجه اللي غادي تعطيك. راه من الاسبوع الاول من السيمانه الاولى غتبان لك البشره ديالك تنقات وبدا داك الشيء كيبهات. يعني داك التسبغات كيبقاو يبهاتوا 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 حتى كيتحيدوا ما كيبقاوش. راه ماشي من المره الاولى والمره الثانيه غادي يتحيد لك الكلف وما غاديش يبقى. لا اختي، مثلا الا كانت عندك غير شي لاطراس مثلا ديال الحراك ديال الفران ودرتي ليه شي مثلا شي وصفه وبقيتي كدومي عليها كديريها نهار على نهار على نهار على نهار، راه كتبان لك بدات كتبهات ديك البلاصه ديال الحراك، بدات كتبهات واخا تكون كحله كتبقى تبهات تبهات تبهات، كتولي في المارو كتكون كحله شويه، كتولي في المارو شويه، كتبقى غادا كتولي في الباج حتى كتولي بحال اللحم ديالك، سواء كنتي بيضه ولا سمراء. راه البنات السمرات كيكونوا سمرات وكيكون عندهم ليطاج في الوجه ولا الكلف ولا تسبغات وكيبان لك داك الكلف ولا التسبغات كيبانوا كحلين. البنت السمراء وداك الشيء اللي في وجهها كحل. الا كنتي بيضه دوك الكلف كيولي كيبان مارو ودوك ليطاج وداك الشيء كيولي كيبان مارو. المهم اختي، هاد الوصفه ديال اليوم راها زوينه بزاف، كتنقي البشره وكتخليها غزاله، كتحمق وكتخلي البشره رطبه وكتلمع وكتصفي البشره وكتبيضها وكتزيدك بياض على بياض. ماشي البنات اللي غالطين كيقول لك انا سمراء هاد الوصفه هذه ما غاديش تجي ليا مع وجهي. راه ماشي الوصفه غادي تحيد لك الجلده. انا واخا انا بيضاء راه كنبغي كنحمق البشره السمراء. راه البشره السمراء الا تهليتو فيها ودرتو ليها الوصفات واعتنيتو بها راه كتولي غزاله، كتولي شوكولاتيه، كتلمع احسن من البشره البيضاء. راه ماشي اي بحال مثلا نعطيكم غير مثال التبريمه اللي كنت حطيت لكم شحال هذا والحمد لله لقات مشاهده وجربوها البنات وعجباتهم. كاين بعض الناس كيدخلوا كيقولوا لي هاد التبريمات يعني راه ماشي كيبدلوا الجلده، كيحيدوا الجلده الكحله وكيديروا الجلده البيضاء اللي سمر سمر واللي بيض بيض. شوف خواتاتي، اي بشره واي نوع ديال البشره خاصنا نتهلاو فيها. راه ماشي المراه اللي سمراء ما خصهاش تهلا في راسها، لا راه واخا سمراء راه كيكون عندها مثلا كتكون عندها الكحوليه هنايا، كتكون عندها الكحوليه في المنطقه الحساسه في الركابي هنايا في المرفق، كتكون عندها الكحوليه هنايا. ولكن الا درتي اختي التبريمه وتهليتي في راسك واخا تكوني سمراء راه هذيك الكحوليه غتحيد وغتبقى غير السموريه وغتبقى اللون ديالك متوحد وزوين وغتولي هكا. الا كنتي بيضاء وكان عندك الزروقيه هنايا ولا كما قلت لكم في المنطقه الحساسه ولا في الركبه ولا هنايا، راه كتنقي تبريمه، كتنقي يعني كتنقي، ماشي كتبدل الجلده البيضاء الكحله كتحيدها وكدير البيضاء، لا كتنقي اي بشره
كما كانت اي بنت، سواء كانت البنت البيضاء ولا البنت السمراء، الا درتي اختي الوصفات ودرتي التبريمات راه غادي غتنقي الجسم ديالك، ماشي غادي تبدلي الجلده. راه الله سبحانه وتعالى خلق البيضاء، خلق الجمال ديال السمراء بوحدو والجمال ديال البيضاء بوحدو. واخا انا بيضاء، راه الا ما تهليتش في البشره ديالي راه ما غتكونش بحال هكا، راه ما غتكونش بحال هكا نقيه. دابا انا كنصور لكم في الظلام، والله ما نمشي على الضوء ديال الكوزينه، غير دابا راه المغرب هذا، غير الضوء ديال الشرجم وشوفوا البشره ديالي كيفاش دايره. هانتوما نقيه صافيه ما فيها حتى شي حاجه. وراه كنشوف انا البنات راه بيضات اكثر مني وعندهم ليطاج في الوجه ديالهم وعندهم الكلف والوجه ديالهم كيبان حالته. المهم خواتاتي، طولت عليكم بزاف خواتاتي، ولكن راه غير باش تستافدوا. والبنات اللي كيقولوا لي حنا يعني هاد التبريمات وهاد الوصفات ما غاديش يبدلوا لينا اللون، ما غاديش، الا اختي كما كنتي تهلاي ليا في راسك وتهلاي ليا في البشره ديالك. المهم خواتاتي، راه هي الوصفه حاطاها هنايا فوق الطابله، غادي نحط المكونات، غادي نمشي نخلطها وندير. انا درت هاد الايامات وعجبتني بزاف بزاف بزاف، لحقاش شحال هذا ما درتها، ملي عاود درتها عجباتني وقلت ضروري ما نشاركها مع خواتاتي. وحتى البنت اللي كتبت لي في التعليق حتى هي ديري اختي هذه الوصفه هذه وتبعيها وداومي عليها وتفكريني. يلا خواتاتي نصايبوا مع بعضياتنا. بنات هنايا اشنو كنحتاج؟ نقاد التليفون. هنايا شنو كنحتاج؟ عندي هنايا الحمص مطحون ومغربل. هذا الحمص كنطحنو على يدي عند العطار، ماشي في الدار، حقاش انا ما عنديش الماكينه اللي غطحن ليا الحمص منيل. الا كانت عندك اختي الماكينه غطحن لك الحمص والحلبه وداكشي في الدار، طحني داكشي عندك في الدار. انا كناخذ نص كيلو ديال الحمص ولا ربعه ولا اللي بغيتي، وكتحكي تقولي للعطار طحنوا ليا قدامي صافي بحال هكا، وكنجيبو للدار وكنغربلو. هذا حمص مطحون. الحمص المطحون عنده واحد الدور كبير في تصفيه البشره، كيسمى الخديدات، كينقي البشره، كيصفيها وكيحيد ليطاج، كيحيد الكلف، زوين بزاف 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 الحمص المطحون. وحتى الحمص المرطب راه ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الوصفه بالحمص اللي تيكون مرطب حتى هو زوين. هنايا عندي الحليب، نشوف شوفوا انا كيفاش دايره ليه. عندي هنايا الحليب البودره، يعني الحليب المجفف، حليب بودره غادي ناخذ منه. عندي هنايا هذا الغسول الابيض، الغسول الابيض هو مكتوبه فيه الغسول الابيض. هذا ديال الباكيه، هذا زوين، هذا في تصفيه البشره، كيصفي البشره وكيدار، كنديروه حتى في التبريمات ديال الجسم، كينقي البشره بواحد الطريقه عجيبه البنات. صافي عندي هنايا ياغورت طبيعي، ياغورت مسوس. غادي ناخذ بحال هكا طبيستيل، غادي ندير واحد نص معلقه ديال، تقريبا معلقه صغيره ديال الحمص مطحون، واحد معلقه صغيره ديال الحليب بودره، اي حليب بودره عندكم ديروا منه بحال هكا. غادي ناخذ واحد نص معلقه صغيره، هنا تقريبا درت معلقه صغيره ديال الحليب بودره، حيت هي عندي راه شويه كبيره هذه المعلقه هذه. درت معلقه صغيره ديال الحليب بودره، لا معلقه صغيره ديال الحمص مطحون، ونص معلقه ديال هذا الغسول الابيض بحال هكا البنات، نص معلقه صغيره. عرفتوا هذا الماسك واعر زوين، كينقي البشره وغزال بزاف بزاف بزاف. البنات كما شفتوا معايا درت المكونات بثلاثه، الغسول الابيض، الحليب بودره، والحمص مطحون. غادي نخلطهم دابا بياغورت مسوس. عرفتي هاد الوصفه البنات خطيره وزوينه بزاف. دابا ان شاء الله شهر كريم، شهر رمضان غادي يدخل، خصنا نتهلاو في البشره ديالنا باش ان شاء الله ملي يجي العيد كيلقاك يا اختي البشره ديالك غزاله والوجه ديالك نقي وغزال كيحمق. اللي لبستيها تواتيك وتجي معاك، لبستي جليبه ولا قفطان ولا اي حاجه تجي معاك اختي وتباني غزاله كتحمقي. ان شاء الله موجده لكم وصفات ديال رمضان زوينين البنات وساهلين كينقيو البشره. صافي هانتي اختي راكي شتي حمص مطحون، الحليب بودره، اي داك الغسول الابيض صافي، وكتخلطيهم بياغورت طبيعي بحال هكا. وهاد الوصفه من الاحسن خلطيها وخليها واحد تقريبا واحد 4 دقائق كترتاح وكتختمر داكشي المكونات كيختمروا مع بعضياتهم مع داك الياغورت الطبيعي. صافي خليها واحد 4 دقائق ولا 5 دقائق حتى كترتاح وعاد ديريها. انا غادي نديرها معكم دابا حقاش كنصور وما عنديش الوقت، هذاك الشيء علاش غادي نديرها معكم دابا على البشره ديالي.
هانتوما البنات شفتوا بحال هكا كتخلطوه غير بياغورت طبيعي صافي. شتي هانتي بغيتي تخلطيه حتى باللبن الا كنتي مثلا عايشه في العروبيه ولا عندك اللبن البلدي موجود، اللبن البلدي ماشي الرومي، ماشي الرومي يعني ماشي ديال الحانوت، اللبن ديال العروبيه اللي تكون منخوض على اليد. بغيتي تخلطي به وما ديريش ياغورت طبيعي ديريه كي بغيتي. المهم خواتاتي هذه هي الوصفه زوينه بزاف، كتنقي البشره وكتخليها غزاله كتحمق. كما دائما تنقول لكم البشره قبل ما ندير اي وصفه كنمشي كنغسل البشره ديالي بالصابون اللي موالفه كنغسل به واللي كيجي ليا مع البشره ديالي باش كتحيد ديك الدهون اللي كتكون عندنا في البشره وكتعطينا الوصفه كتعطينا واحد النتيجه زوينه بزاف. هانتوما البنات شوفوا البشره كيفاش نقيه وغزاله بلا ماكياج، يعني درت غير عكر وكحيله صافي بلا كثرت البومادات وكثرت الماكياج. هانتوما شوفوا البشره كيفاش دايره. ديريها يوميا البنات كديروا هاد الوصفه هادي، كديرها بحال هكا على البشره ديالك. العنق ضروري، اي وصفه درتيها لوجهك ديريها حتى لعنقك. دائما البنات تنقولها لكم اي وصفه درتيها لوجهك ديريها حتى للعنق ديالك بحال هكا صافي. كديريها لوجهك وكتخليها حتى كتنشف واحد 15 دقيقه وكتغسليها. ساهله، وصفه ساهله ماهله، غير الحمص يكون مطحون على اليد، يا اما طحنيه العطار يطحنوا قدامك، يا اما عندك الماكينه زوينه كطحن مزيان جيبيها اختي للدار وطحنيه مزيان وغربليه وديريه في شي قرعه ديال الدجاج وخليه عندك. ما تاخديش ليا الحمص مطحون، ما تاخديش ليا الحلبه مطحونه، ما تاخديش ليا الفول مطحون، كلشي جيبيه وطحنيه على يدك باش كتضمني وكتاكدي من المكونات راه هما طبيعيين 100% باش كيعطوك نتيجه زوينه. لحقاش راه ماشي هما كلشي ثقه وكلشي عنده ضمير وكلشي يعني كيدير داكشي بضمير، لا اختي. صافي غادي نديرها بحال هكا على الوجه ديالي كامل. كما كتعرفوا انا ما كنعرفش ندير الوصفات على التليفون، خصني تنمشي للمرايه وغادي نديرها للعنق ديالي نخليها حتى غادي تنشف ونغسلها صافي. هذه هي الوصفه ديال اليوم. جربي اختي هذه الوصفه هذه. البنت اللي كتبت لي في التعاليق وقالت لي بغيت شي وصفه اللي تكون زوينه تحيد التسبغات، هذه الوصفه هذه اللي دومتي عليها غير واحد 6 ايام وتشوفي البشره ديالك كيفاش غادي تولي، غتبقى غدا كتنقى حتى كتولي كتشعل بحال البيضه المنقيه بحال البشره ديالي نقيه ما فيها لا تسبغات لا حتى شي حاجه. يعني اي حاجه كتبغي دومي عليها ديرها غير مره واحده وتقولي لي صافي اختي. صافي البنات يلا ما نطولش عليكم الفيديو. نوضي اختي ديري نوضي خلطي وديري لوجهك. نوضي هاد الوصفات الطبيعيه راه الا ما نفعوك ما غادي يضروك. غنمشي دابا نكمل على المرايه باش تبان ليا الجهه اللي مع اختكم معوره، باش الجهه اللي ما درتش ليها ندير ليها ديال العنقي ولا شاطلك شي حاجه طليها ليديك. راه هاد الوصفه راه زوينه كتبيض وكتنقي كما كان اللون ديالك بيضه ولا سمراء ولا كما كنتي. هاد الوصفه كتنقي لك البشره ديالك وكتخليها كتشعل. ديري حتى تحت العينين، ديري اختي تحت العينين بحال هكا راها زوينه ما غادي دير لك حتى شي حاجه. وهاد الوصفه حيت فيها ياغورت طبيعي وفيها الحليب المجفف عرفتي راه كتخلي لك البشره ديالك ملي كتغسلي الوجه ديالك على قولة الله اكبر. سالي الاذان ونكمل معكم. المهم البنات كما قلت لكم خليت حتى سال الاذان كتشدي اختي هاد الوصفه كديرها لوجهك وكديرها للعنق ديالك. انا غادي نسالي وغادي نديرها حتى للعنق ديالي ملي غادي نقطع معكم. المهم كديريها وكتخليها حتى كتنشف تقريبا 15 دقيقه 20 دقيقه دغيا كتنشف لك على البشره ديالك وكتعطيك واحد النتيجه اللي زوينه. صافي ما كتغسليش بالماء هو الاول، كتبقاي ملي كتنشف كتبقاي بحال ما هكا كتقومي فيها، يعني كتقومي فيها بيدك راه دغيا كتحس كتحيد ما كتبقاش. صافي كتولي البشره ديالك رطيبه وبيضه كتشعل وغزاله وكتنقى. وعاد كتغسليها بميها عاديه من الروبيني ما كديريش الماء سخون صافي. ما كديري لا صابون لا والو
هادشي هاد الوصفه هذيك لا بنتي سيري خليني نصور. هاد الوصفه كديريها في الليل، اي وصفه البنات كديريها في الليل. انا دابا المغرب كنديرها مع وقيته ديال المغرب. باش نحط لكم ان شاء الله الفيديو اليوم. صافي اختي كتقوميها بيدك وكتغسليها بمياه عاديه وكتداومي عليها يوميا وتشوفي النتيجه اللي غتعطيك. غتنقي لك البشره، وراه من الاول غتشوفي البشره ديالك كتنقى، يعني تنقات، وغادي تشوفيها البشره ديالك تحسي بها رطيبه وغتبان لك كتلمع. يعني غزاله هاد الوصفه هذه اللي داومتي عليها. غترجعي في التعاليق وغتشكريني وغترحمي لي الوالدين. وما تنسونيش خواتاتي من لايكات ومن التعاليق ديالكم الزوينه. ومبروك عواشركم مره اخرى. الله يدخل عليكم هاد الشهر الكريم بالصحه والسلامه وطول العمر وباش ما كتمنى. يلا خواتاتي نوضوا تهلاو في راسكم وتهلاو في البشره ديالكم باش ان شاء الله الرحمن الرحيم الا بقينا في الحياه ميجي فين يجي العيد حتى تولي البشره ديالك نقيه وغزاله وكتحمق يا اختي. اللي لبستيها تجي معاك، اللي لبستيها تواتيك، لبستي جليبه ولا قفيطين ولا اي حاجه تباني يا اختي كتشعلي وكتشقشقي. راه البشره الا كانت نقيه وكنتي يا اختي راضيه على البشره ديالك ونقيه وزوينه، راه واخا تلبسي غير شي حاجه بسيطه تباني هكا غزاله كتحمقي وكتشقشقي. واصلا نتيا غزاله وانا عارفه كاع المتتبعات ديالي غزالات وفنات وكيحمقوا. يلا خواتاتي ما نطولش عليكم بزاف، حيدي اختي العكز وديري لي هاد الوصفه هذه وردي لي الخبر.